النهارده هنتعلم مع بعض وصفة الفراخ المقرمشة أو اللي هي الكريسبي بأحسن طريقة وزي بتاعة برا وأحلى وأنضف والتتبيلة باينة فيها ومستوية لحد العظم زي ما انتوا شايفين معايا من جوه مستوية خالص وأنا ما سلقتهاش على فكرة. أنا قليتها بس في الزيت بس بتركات معينة كده هنتعلم ازاي نطلعها بالسوى الرهيب ده. أنا أول حاجة استخدمت طبعا التوابل اللي هي سكر وملح وكركم وبابريكا وقرفة وجنزبيل، اللي بيحبها سبايس كده أو مشطشطة يحط لها معلقة شطة، ودوت معايا كده فنجان من اللبن، عليه معلقتين من الخل لحد ما يكتل كده معاكي ويبقى قطع. دوت اللي هيساعدنا الانزيمات بتاعته ان هي تخلي الفراخ تستوي معانا بسرعة وتبقى طرية وطعمها حلو. اللبن ده مهم جدا يا جماعة، لبن رايب او زبادي. انا كان عندي لبن حليب فحطيت عليه الخل، وطبعا نص ليمونة تعصريه كويس كده زي ما انتي شايفة. وبعد كده تبتدي بقى ايه تقلبي كل المكونات دي مع بعض. دي بقى الفراخ، الخطوة دي مهمة جدًا، إن إحنا نمسك الفراخ كده ونفضل نعمل فيها فتحات، فتحات كده، علشان خاطر إيه، الفتحات دي بيخش منها التوابل وبتوصل التتبيلة لحد العضم. أنتِ حاولي الفتحة لمّا تيجي تغرزي السكينة كده توصلي للعضم بتاع الفراخ، وكمان لمّا بتيجي تتقلي في الزيت بتخلّي الحرارة تتوزع، يعني الفتحات دي مش بس عشان التتبيلة لأ، عشان كمان الزيت وهو بيغلي وكده الحرارة تخش جوه الفراخ فتسويها فعلًا لحد العضم. وبعد كده بقى ابتديت أحط التتبيلة عليها. طبعًا الفراخ ديّة مغسولة كويس جدًا ومحطوطة في محلول النقع لمدة ساعتين 2. محلول النقع اللي هو عبارة عن مَيّة وخل وملح وسكر ومعلقة دقيق، تتحط لمدة ساعتين. دي خطوة أساسية عشان كل الزفارة اللي في الفراخ تنزل في المحلول بتاع النقع دوّة وتشرب معانا من التتبيلة. سِبتها في التتبيلة ليلة كاملة وتاني يوم الصبح أهو حتى زي ما أنتم شايفين جِبت بقى دقيق ونُص كوباية نشا، كوباية ونُص تقريبًا من دقيق ونُص كوباية نشا، حطيت عليهم بقى الكركم والفلفل الأسمر والملح وقلّبتهم زي ما أنتم شايفين كده، وجِبت معايا شوكتين. طبعًا إحنا هنبهدل إيدينا برضه بس يعني أنا قُلت أجيب شوكتين كده في الأول بس طبعًا يعني برضه بهدلت إيدي. بنبتدي بقى إن إحنا نحطها في الدقيق أول حاجة كده ونغلّفها. بُصّي بقى لازم تستخدمي إيدِك وتقعدي تعملي فيها كده عشان تطلّع التعريجات بتاعة برّه دي. شايفة أنا باعمل إزاي؟ باحاول إن أنا أغلّفها كده بالدقيق واضغط عليها واقعد أخبّط فيها وكده، وبعد كده أحطها في المَيّة. حاولي المَيّة ما تلمسش صوابعِك، عشان صوابعِك ما تتخنش كده والدقيق يتجمّع عليها وتبتدي تقشّر الفراخ تاني. يعني حاولي إن المَيّة بالذات ما تحطّيش فيها إيدِك، تحطّي فيها الشوكة، حتى لو أنتِ هتحطّي في إيدِك في الدقيق لإن ده لازم عشان تعمل التعريجات زي ما قُلنا. بُصّي بقى زي ما أنتِ شايفة كده، أنا عمّالة أضغط عليها وأنفّضها وأحط عليها دقيق وأغلّفها مرّة و2 و3 على حسب ما بتحبي. أنتِ ممكن تستكفي بمرّتين بس أنا طبعًا هاعملها 3 بقى علشان خاطر إيه، يعني أطلّعها بقى زي بتاعة برّه بالضبط كده بالتعريجات الجامدة. وطبعًا يا جماعة مهم جدًا نُص كوباية النشا هتدّي لها الكريسبي والقرمشة الجامدة، علشان ما تحسّيش إن الطبقة اللي برّه كده طرية لأ، النشا هو اللي بينشّفها وبيخلّيها فعلًا مقرمشة. بُصّي تكوّني التعريجات إزاي هتبان كمان وأنا باقليها دلوقتي. أنا حطيتها كده في زيت بيغلي. لازم تستخدمي حلة بغطا، ما ينفعش إن أنتِ تعملوها في الطاسة المفتوحة العادية. لاحظوا إن إحنا ما سلقناش الفراخ، يعني بتقومي جاية حاطة حلة كده وتحطي فيها كمية زيت حلوة، لازم يكون زيت غزير. أنا كنت قالية فيه بصراحة قبل كده يعني بطاطس عشان كده تحسي إن هو غامق، مش لازم يكون يعني الزيت لسه معمول أول مرة وكده، لأن هو فعلًا الفراخ دي بتخلّي الزيت يتعكر أوي. ماشي أهو. أنا بعد 7 دقايق ابتديت أقلبها مش قبل كده وأنا مغطياها. بُصّوا بقى عملت إزاي، عملت تعريجات وزي بتاعة برّه وكانت بصراحة جميلة جدًا، جدًا. بس المهم يا جماعة الخطوة بتاعة الحلة دي تغطّي عليها الحلة عشان تستوي فعلًا من جوّه. أهو بُصّوا بقى شايفين حلوة إزاي وجميلة، مطلّعة تعريجات زي بتاعة برّه وكانت مقرمشة جدًا وتحفة، تحفة وبألف هنا وشفا. أنا كده خلّصت. يا ريت لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا معايا في القناة. هنعمل وصفات تانية كتيرة كلها كده حلوة واقتصادية. وشكرا على حسن متابعتك وبألف هنا وشفا مقدما للي هيجربها.
والسلام عليكم ورحمة